مستمعينا أهلا بحضراتكم معانا وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا زمان كان. في زمان كان بنربط وبنحاول دايما نربط بين الأصالة وبين الحضارة وبين التاريخ، ودايما بنحاول نربط كل دوت ونربط كمان بالحاضر. دايما بنشوف الجديد والقديم ومحاولة جميلة لربط الحاضر بالماضي. خليكم معانا دايما وحلقات متجددة من زمان كان. حديقة الأورمان هي حديقة في محافظة الجيزة بمصر، أمام حديقة الحيوان بالجيزة. وتعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث أنها مقامة على مساحة 28 فدانا. أنشئت في عام 1875، وتضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل. أنشئت حديقة الأورمان سنة 1875، ده بناء عن أمر الخديوي إسماعيل، وكان الهدف الأساسي هو إمداد القصور ببعض الموالح والفاكهة والخضر، وكانت مكان جميل جدا. كان بيحب دايما الخديوي إسماعيل إن هو ياخد جولة فيه وإن هو يتفرج على الخضرة وعلى النباتات قد إيه. ده كان بيديله نوع من أنواع الراحة النفسية، وكان دايما بيكون هو ده المجال للتنزه بالنسبة له، ليه كمان وللأميرات والبرنسيسات. الحقيقة إن تاريخ طويل جدا للحديقة. دايما الحديقة بتكون متجددة، دايما بيكون فيها جديد، بيحاولوا ان هم يستخدموا بعض البذور من كل حدائق العالم، وكمان بيكون في تبادل بين الحديقة وبين حدائق أخرى، بياخدوا مننا أنواع غريبة مش موجودة في أي مكان تاني، لأن المعروف عن حديقة الأورمان أنها فيها بعض النباتات مش موجودة في أي مكان في العالم. الحديقة فيها نباتات نادرة جدا، طبعا ده بسبب ان هي منشأة من زمان جدا، من 1875. وفي بداية الأمر كان اللي بدأ ان هو يرتب الحديقة ويقوم بتصميمها مهندسين فرنسيين. طبعا احنا عارفين الفرنسيين عندهم دقة شديدة جدا، فهنلاقي ان الحديقة مقسمة بطريقة هايلة جدا في التقسيم وفي وجود النباتات في الأماكن اللي ينفع انها تزرع فيها، الأماكن المشمسة، وفي بعض الأماكن الغير مشمسة اللي بتحتاج ان يكون فيها نباتات ضريبة. تم إنشاء حديقة الأورمان في عهد الخديوي إسماعيل في عام 1875 بهدف إمداد القصور الخديوية بالفاكهة والموالح والخضر، والتي تم استجلابها من جزيرة صقلية. وكانت الحديقة جزءاً من قصر الخديوي الذي عرف آنذاك بسرايا الجيزة. وجلب الخديوي لهذه الحدائق أشجاراً ونباتات مزدهرة من جميع أنحاء العالم.
الحديقة كان 95 فدان، وده رقم ضخم جدا. لكن في سنة 1934 تم إنشاء شارع الجامعة واستلفتها وزارة الزراعة، وبالتالي خفض مساحتها ل 28 فدان. رقم ضخم جدا اللي تم التنازل عنه بسبب التخطيط للحديقة والتخطيط للمنطقة. لكن رقم 28 برضو رقم مش قليل للنباتات المزروعة فيه، لأن احنا شايفين نباتات قوية جدا وجميلة جدا، وعدد هائل جدا من النباتات الموجودة. تقريبا في الحديقة 100 فصيلة من النباتات النادرة والمختلفة، واللي مش موجودة على مستوى العالم. كمان زي ما حضراتكم شايفين في البحيرة اللي موجودة في الباك جراوند بتاعنا، في نباتات مهمة جدا طبعا معروفة في مصر، زي نبات اللوتس، زي أشجار الفلين. واحنا عارفين الفلين ان احنا بنستخدمه استخدام يومي يمكن في حياتنا العادية. في شجرة هي اللي بيستخرج منها الفلين، هي مزروعة في المكان ده تحديدا. كمان في الشجر اللي بيستخدم فيه أوراق البردي اللي بيتكتب عليه، واللي تاريخه طويل جدا مع المصريين. حقيقة مش ده بس اللي موجود داخل الحديقة، أنواع كتير جدا. يمكن احنا على مدار حلقتنا هناخد جولات بداخل الحديقة نستمتع أكتر بالمناظر الطبيعية اللي موجودة. لكن اللي حابين نقوله معلومة مهمة جدا، إن كلمة أورمان هي كلمة في الأساس كلمة تركية، وبتعني الأحراش، واللي أخدوا منها كلمة الحديقة. الحقيقة إن هي حديقة جميلة جدا، تاريخها طويل جدا، فيها عدد هائل جدا من النباتات الموجودة والأشجار الموجودة النادرة والغير موجودة على مستوى العالم. هناخد مع حضراتكم جولة أخرى بداخل الحديقة. وقام بتصميم الحديقة على الطراز الطبيعي مهندسون فرنسيون، وأشرف على تنفيذها المهندس ديليجفيري، ومعه كبير البستانيين إبراهيم حمودة. وكانت مساحتها 95 فدانا وقت إنشائها. وتقع الحديقة في محافظة الجيزة في غرب نهر النيل وشرق جامعة القاهرة. وكلمة أورمان كلمة تركية تعني الغابة أو الأحراش، وهي من الحدائق النباتية النادرة في مصر، حيث أنها تضم أكبر مجموعة نباتية، وتضم 100 فصيلة تشتمل على 300 جنس يتبعها 600 نوع. يا رب النهارده البرنامج يكون نال إعجاب حضراتكم. تابعونا دايما وحلقات جديدة ومتجددة من برنامجنا زمان كان.